فيلمنا بيبدأ في اليابان مع ولد صغير اسمه كاي. الناس كانت مفكرة إن الشياطين هي اللي ربته، ولما هرب من الغابة شافوا لورد اسمه أسان وقرر يتبناه لأنه معتقد إن الولد عنده قدرات خاصة بتميزه. وكاي حب ميكا بنت اللورد أسانو وهي كمان حبته، لكنهم مرضيوش يعرفوا حد بالموضوع. وبعد ما كاي بيكبر بيجهز نفسه علشان يروح يصطاد مع سيده أسانو، لكن أوشي رئيس الجنود بيبلغ كاي إنه يفضل موجود جنب القصر علشان يحرسه. ولما اللورد أسانو والجنود بيروحوا الغابة بيطلع عليهم وحش ويهجم على اللورد أسانو ويوقعه على الأرض. فأوشي بيبلغ الجنود إنهم يقتلوا الوحش بسرعة، لكن الوحش بيكسر أي حاجة قدامه وبيخلص على الجنود واحد ورا التاني. لكن في جندي اسمه ياسانو بيطارد الوحش، ولما بيستخدم سيفه علشان يقتله الوحش بيوقعه على الأرض ولسه هيخلص عليه. بيجي كاي ياخد السيف ويرشقه في قلب الوحش اللي بيقع على الأرض ويموت. وكاي بيسحب السيف من الوحش ويرجعه لياسانو اللي بيكون متضايق علشان تم إنقاذه من كاي اللي هو ما عندوش رتبة وكمان من غير سلالة. في نفس الوقت بيجي اللورد أسانو ويشوف الوحش وهو ميت، فبيفتكر إن ياسانو هو اللي قتله، وبيكون فرحان وبيوعده إن هيكون المقاتل اللي بيمثله في البطولة اللي جاية. وبعد ما الكل بيمشي أوشي بيلاحظ إن إيدين كاي مليانة دم، وبيعرف إن هو اللي قتل الوحش مش ياسانو. وفجأة كاي بيلاقي ثعلب أبيض بعيون مختلفة اللون، وبيشك إن الهجوم اللي تعرضوله تم التخطيط ليه من شخص معين. وبنعرف إن كاي على حق لما بنشوف الثعلب بيتحول لساحرة اسمها ميزوكي، واللي بتبلغ سيدها كيرا إن اللورد أسانو لسه عايش رغم تخطيطهم لقتله. ولما اللورد أسانو والجنود بيرجعوا القصر ميكا بتعرف إن كاي اتصاب في رحلة الصيد، فبتروح له بالليل في السر علشان تعالجه. لكن كاي بيرفض ويطلب منها ترجع لوالدها لأنه مش هيكون حابب إن بنته تكون مع راجل بدون هوية. ولما بيجهزوا بطولة القتال كاي بيلاحظ إن في ست بين الجنود لون عينيها نفس عينين الثعلب اللي شافه، فبيتأكد إنها الساحرة. وبيروح يبلغ القائد أوشي إن في ساحرة وسطيهم وممكن تعرض حياة سيدهم للخطر، لكن أوشي مش بيقتنع بكلامه. تاني يوم كيرا بيروح البطولة وبيستفز اللورد أسانو لما بيفضل يغازل بنته ميكا، وبيقعد جنبهم علشان يتفرجوا على المبارزة اللي هتبدأ. وكيرا بيخرج المقاتل بتاعه واللي بيكون ضخم جدا وقوي، وكالعادة بيبهر الحضور بحجمه العملاق. في نفس الوقت الجندي ياسانو وهو بيجهز نفسه بيشوف الساحرة في شكلها الحيواني وبتأثر عليه بسحرها. ولما كاي بيروح لياسانو بيلاقيه مش قادر على المنافسة، وعلشان سيده ما يدخلش في مشاكل كاي بيقرر انه يلبس الشخصية بدل ياسانو وبيخفي وشه علشان محدش يعرفه. وبعد ما المقاتلين بيقدموا التحية للقادة بيسحبوا سيوفهم ويبدأوا المعركة، والمقاتل العملاق بيهجم على كاي ويفضل يضربه لحد ما بيوقعه على الأرض. لكن كاي بيقدر يقوم ويضرب المقاتل كذا ضربة بالسيف، ومع ذلك درع المقاتل بيكسر السيف بتاع كاي وبيرميه بره الحلبة، فالقناع اللي لابسه بيطير وبيظهر شكل كاي للجميع. والحاكم شوجان بيروح يبص على كاي وبيعرف انه من غير رتبة وده مخالف لقوانين القتال، فبيدي امر للجنود انهم يقتلوه، وبالفعل لسه هيقطعوا رقبته. ميكا بتمنعهم، واللورد أسانو بيفضل يترجى الحاكم علشان يعفى عنه، وبالفعل شوجان بيوافق لكنه بيمشي وهو متضايق، والجنود بيفضلوا يضربوا كاي علشان أحرج الحاكم. وبعدين الساحرة ميزوكي بتصنع عنكبوت من دم كيرا وبتتسلل لأوضة اللورد أسانو وبتسممه بالعنكبوت، وده بيخليه يشوف هلوسات لكيرا وهو بيغتصب بنته. فأسانو بيروح لبيت كيرا علشان يقتله، لكن الجنود بتمنعه بالعافية. وبسبب تهجمه على كيرا الحاكم شوجان بيحكم على أسانو بالإعدام، وعلشان رتبته النبيلة بيسمح له إن هو اللي يقتل نفسه بالسيف بدون تدخل الجنود. وميكا بتفضل تبكي على والدها. بعد موت أسانو الحاكم شوجان بيؤمر ميكا إنها تتجوز كيرا علشان تنهي سلسلة الدم اللي هتحصل ما بينهم، وبيديلها مهلة سنة حداد على وفاة والدها. فكيرا بيستغل الموقف ويرسل جنود ميكا خارج المدينة، وبياخد كاي علشان يبيعه كعبد، وبيحبس القائد أوشي في سجن تحت الأرض. بعد سنة جنود كيرا بيخرجوا أوشي من السجن وبيرموه في الشارع، فمراته وابنه بياخدوه للبيت. وأوشي بيعرف منهم إن كيرا شرد كل سكان المدينة وباع كاي لناس أغنياء، فأوشي بيسافر للجزيرة اللي موجود فيها كاي
ولما بيدخل المكان بيلاقي راجل عملاق عمال يضرب كاي وبيحاول يقتله، لكن كاي بيقدر يتغلب على الراجل العملاق وبيقطع رقبته بالسيف. ولما أوشي بيحاول يتكلم معاه، كاي بيهجم عليه لأنه فاكر إن هو اللي قتل سيدهم أسانو، وبيفضلوا يبارزوا بعض بالسيف لحد ما أوشي بيعرفوا إن ميكا محتاجة مساعدتهم لأنها محبوسة في قصر كيرا. وده بيخلي كاي يتحد مع أوشي ضد الناس اللي في الجزيرة واللي بيولعوا فيها ويهربوا مع بعض. وهم على الطريق أوشي بيقول لكاي إنهم هيجبروا ميكا تتجوز من كيرا بعد أسبوع، ولو الجنود اتوحدت معانا هنقدر ننقذ ميكا وننتقم لسيدنا أسانو. وبالفعل بيروحوا المكان سري وبيقابلوا أصحابهم القدام، وأوشي بيبلغهم بفكرة الانتقام لسيدهم، فبيتوحدوا مع بعض وبيروحوا المدينة اللي جنبهم علشان يدوروا على أسلحة. لكنهم بيلاحظوا إن حراس كيرا مالين المكان، فبيرجعوا تاني. بيجي الليل وكاي بيقول لأوشي إن في طريقة تانية علشان يقدروا يجيبوا سلاح، وهي إنهم يروحوا المكان الشياطين في جزيرة تانجو اللي اتولد فيها. وبالفعل بيوصلوا الجزيرة وكاي بيوديهم لتمثال بوذا اللي هناك، وبيبلغ الرجالة إنها تفضل برا ما عدا أوشي اللي بياخدوا معاه. وهم داخلين الكهف كاي بيقول لأوشي مهما حصل ما تسحبش سلاحك. وكاي بيدخل لوحده في مكان سر في الكهف، وبيقابل شيطان بيسأله انت ليه بتساعد البشر رغم معاملتهم السيئة ليك؟ وكاي بيرد عليه علشان عندنا هدف معين بإننا ننتقم من اللي قتلوا اللورد أسانو، وكمان علشان أنقذ ميكا. لكن الشيطان بيبلغه إن مكانه مش في العالم ومستحيل يجتمع بميكا. ولما كاي بيصمم على موقفه، الشيطان بيقول له وريني قوتك وخد السيف اللي قدامك. فهم الاتنين بيستخدموا سحرهم علشان يوصلوا للسيف، وكاي بيوصل أسرع وبياخد السيف ويحطه على رقبة الشيطان. في نفس الوقت رجالة أوشي وكاي بيعصوا الأوامر ويدخلوا الكهف، وبتحصل معركة كبيرة بينهم وبين الشياطين اللي بيخلصوا على الرجالة واحد ورا التاني. وأوشي لسه يسحب سيفه علشان يقاتل مع رجالته، بيفتكر كلام كاي ومش بيرضى يسحب السيف زي ما قاله. وبعدها بنعرف إن كل اللي شافه أوشي كان مجرد هلوسات، ورجالته ما دخلتش الكهف أصلا. وده كان اختبار من الشياطين علشان يعرفوا قوة الإرادة اللي عند أوشي. ولما كاي بيروح له بيلاقوا سيوف كتير متاحة ليهم بعد ما الاتنين فازوا بالاختبار، وبياخدوها ويخرجوا من الكهف وبيرجعوا مع رجالتهم للمكان السري. وفي راجل بيروح لأوشي ويبلغه إن كيرا هيخرج من القصر بتاعه، فأوشي بيجمع كل رجالته وبيتحرك ببطء ناحية المكان اللي فيه كيرا، لكنه بيتصدم لما بيشوف الساحرة قصاده وهي بتولع نار في المنطقة كلها. والحراس بتاعت كيرا بيخلصوا على رجالة أوشي واحد ورا التاني، وبيظهر المقاتل الضخم وهو بيقول اشمعنى أنا، وبيفضل يخلص على باقي الرجالة اللي بتحاول تهرب. فأوشي بيرجع مع كام واحد من رجالته وهم مهزومين وبيكون حزين جدا، لكن كاي بيطمنه ويقول له احنا لسه معانا سلاح وهنهجم عليهم في الوقت المناسب. تاني يوم كاي بيشوف مجموعة من ممثلين العروض وهم رايحين لقصر كيرا علشان يحيوا الفرح، فبيوقفوهم وياخدوا الملابس والألعاب بتاعتهم. بيجي الليل وأوشي وكاي مع رجالتهم بيقدروا يتسللوا لداخل القصر وهم متخفيين في ملابس الألعاب علشان محدش يعرفهم. وفي نفس الوقت كيرا بياخد ميكا ويقعدوا قدام المسرح علشان يستمتعوا بالعرض، واللي بيكون أوشي هو اللي بيقدمه، وباقي رجالته بيستغلوا العرض ويدخلوا أسلحتهم وهم عاملين كمين للحرس وبيخلصوا عليهم ورا بعض. وأوشي بيقرب من كيرا وهو ماسك سيف ولسه هيقتله، الحارس بيرمي على أوشي سهم بيوقفه، والناس بتخاف وتحاول تهرب، وكيرا بياخد ميكا ويهرب معاهم. وبعدها بيظهر الراجل العملاق من تاني، لكن المرة دي رجالة أوشي بينصبوله فخ، وأول ما بيقرب منهم النار بتنفجر من تحته وجسمه بيتقطع لأشلاء. وأوشي وكاي بيبدأوا يطاردوا كيرا وبيقتلوا أي حد يقف قصادهم، وميكا بتقدر تهرب من كيرا اللي بيدخل يستخبى جوه الأوضة بتاعته، لكن أوشي بيروح وراه ويقدر يوصله. وأخيرا ميكا بتشوف حبيبها كاي وبيفضلوا يحضنوا بعض. وفي نفس الوقت بتيجي الساحرة وتتحول لتنين ضخم علشان تقطع لم شملهم، وبتهجم على كاي اللي بيقدر يضربها بالسيف، وده بيخلي التنين يبعد مؤقتا. وكاي بيطلب من ميكا إنها تستخبى وبيستعد للقتال مع التنين. في نفس الوقت أوشي بيهجم على كيرا ويفضل يضربه
وكيرا بيحاول يدافع عن نفسه. الاتنين بينزلوا على الأرض، وأوشي بيقدر يغز كيرا في جسمه بنفس السيف اللي اتقتل بيه سيده أسانو، وبعدين بيقطع راس كيرا وبيوريها لكل الناس اللي موجودة في القصر. ولما أتباع كيرا بيشوفوا المنظر بيستسلموا، ورجالة أوشي بيحسوا بالفخر لأنهم انتصروا لسيدهم. وكاي بيكون عمال يضرب التنين بالسيف على دماغه، وده بيخلي التنين يغضب أكتر، وبيرمي عواميد الخرسانة على كاي وبيبخ نار عليه. لكن كاي بيقدر يخترق النار بفضل السيف اللي معاه، وبيهجم على التنين ويفضل يقطع في جسمه، وبيجبره يروح عند الزاوية علشان يطعنه بالسيف. لكن التنين بيرمي كاي بعيد عن السيف، وبيبدأ يطارد ميكا علشان يقتلها. وكاي بيقدر يقوم ويستخدم سحر تانجو لاسترجاع السيف من على الأرض، وبينط لفوق بكل قوة لحد ما بيوصل لأعلى نقطة ويطعن التنين في دماغه. فالتنين بينزل على الأرض ويفضل يصرخ من شدة الألم، وبيبدأ التنين يتحول للساحرة ميزوكي مرة تانية، واللي مش بتقدر تتنفس وبتموت. وبعدين أوشي وكاي بيرجعوا للمدينة بتاعتهم، وبيحطوا السيف اللي قتلوا بيه كيرا على قبر سيدهم أسانو كتكريم ليه. والحاكم شوجان بيسمع بموت كيرا، فبيحكم على أوشي وكاي والرجالة بتاعتهم بالإعدام، وبيسمح ليهم بقتل نفسهم زي ما حصل مع أسانو، لأنهم أظهروا الشرف في الانتقام لسيدهم. وميكا بتراقب المنظر بحزن شديد على حبيبها كاي، وبتفضل تبكي لأنها مش هتشوفه تاني في الحياة. وبكده يكون فيلمنا انتهى. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك. أشوفكم على ألف خير. سلامات.